الرافض الساخط إخواني وأخواتي يتشبث ويعتصم بموقف طفولي عنيد، يتشبث ويعتصم بموقف طفولي عنيد، قوامه لا يقذف بها في وجه كل أحد، عدته وزاده ورأس ماله في كل نقاش وحجاج، لا، كل شيء لا. وهذا الموقف الرافض الساخط وهو في جوهره موقف غير واع وغير ناضج، وإن كنا لا ينبغي أن نتسرع بإصدار أحكام قيمة، لا ينبغي أن نتسرع بإصدار أحكام قيمة من أول الطريق، لكن على كل حال قد فعلناها. في جوهره موقف غير ناضج، صبياني وطفولي، لأن الدين، لن نتحدث عن الدين كمؤسسة، الدين كاتجاه أيها الإخوة، الدين كاتجاه، كشوق إنساني لا يزال يصحب الإنسان منذ بدء الخليقة. فأن يأتي أحد في مساء الخليقة أو في ظهرها أيها الإخوة من بعد فجر ليقول لا للدين ولكل دين، لا للدين جملة، لا للدين تفاصيل وتفاريق، هذا موقف صبياني غير ناضج، لا يمكن يتورط فيه فيلسوف كبير أو عالم محترم أو مفكر ذو اعتبار، لا يمكن، لكن يتورط فيه الصغار، يتورط فيه الصغار، والذين لا دراية لهم حقيقية بدوافعهم وبواعثهم التي تجعلهم ينزعون هذا المنزع وينبعثون هذا الانبعاث ويتساخفون هذا التساخف والتراقع. لا، كل شيء لا. لكن ضمن هذا الموقف تتمايز أيضا مواقف. هناك الموقف الأكثر تطرفا والأشد حدة، والذي يرفض الدين إلهية وربوبية، ولا يرفض فقط بعض الشرائع الدينية لا تعجبه بحجة أنها تضيق عليه، تقيد من حرياته، لا تتماشى مع تيار الزمن وروح العصر، لا، هو يرفض الدين عقيدة وشريعة، إلهية وربوبية، يرفض الربوبية أصلا، يرفض أن يعترف بوجود الله. إذن هو الموقف الإلحادي، الموقف الملحد. للأسف نغمة الإلحاد ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة في دنيا العرب والمسلمين. شباب صغار، شباب واعدون، كان ينبغي ولا يزال ينبغي أن يكونوا هم عدة الأمة، الدينامو المحرك لهذه الأمة، قلب الأمة. للأسف أعداد لا يعلم ثقلها ووزنها إلا الله تبارك وتعالى، لا ندري، ولعلها لا تكون كثيرة، لكن المسألة تتفشى وتسري للأسف الشديد كالنار في الهشيم. هذا ما يحدث. أعداد من هؤلاء الشباب يعتصمون بهذا الموقف المنكر، الموقف العنيد، الموقف الساخط الرافض لكل شيء. لا يسمحون لأنفسهم أن يتورطوا أصلا في نقاش حجاب وصلاة وحج وعمرة وكعبة، لا أبدا. هم يرفضون الدين من أصله وجذره، يقول لك لا إله أصلا. عن ماذا تتحدث أنت؟ عن ماذا تتحدث أنت؟ بعضهم لا، لم تبلغ به الحدة والتطرف هذا المبلغ الأسيف، وإنما يعتصم باعتقاد الربوبية أيها الإخوة، وله تنقيدات على مقتضيات الإلهية، أي على النواحي التشريعية، يرفض هذا ويقبل هذا، ينتقد هذا الجانب من تشريع الله تبارك وتعالى ويوافق على الجانب الآخر وفق قناعاته، وفق أهوائه ورغائبه، لا ندري. المهم بعض الناس عن قناعة أو هكذا يخيل إليه، بعض الناس عن أهواء ورغائب. انتبهوا، هو يرى أن الدين يمنعه، يحول بينه وبين أن يفي بحاجات رغائبه، ملاذه الحسية وحتى ربما المعنوية أحيانا. والملاذ أيها الإخوة والأخوات والأهواء المعنوية في أكثر أحيانها تكون أشد خطرا وأكثر قسوة وشراسة من الملاذ والشهوات والأهواء المادية. طبعا هذه الأهواء المعنوية مثلا هي التي تحيل أحدهم وتساعده ليصبح قائدا طموحا، لكنه يدوس البلاد والعباد في سبيل أن يكون هو القائد الأوحد. شيء خطير جدا. أين منه إنسان يريد أن يقضي شهوة جسمه من أكل وشراب وجنس؟ لا، هذا إنسان خطره بسيط جدا، محدود، لكن هذا خطره مخيف جدا. من يقرأ سيرة الإسكندر الأكبر مثلا
هذا الرجل لم يترك أحدا إلا سطى به، وكان آخر الذين سطى بهم أخوه قتله بسيفه، لأنه صدقه ومحضه النصيحة. قال له: هؤلاء يكذبون عليك، أنا سأكون صادقا معك لأنني أخوك وأقرب الناس إليك، إلى وجدانك وقلبك. ما تفعله ليس صحيحا، طريقك هذه، سكتك هذه سكة الندامة يا أيها القائد الكبير يا أخي. فلم يتمالك نفسه إلا أن استل سيفه وغدره بطعنه، ثم جن جنونه بعد ذلك. كان هذا تقريبا آخر ضحاياه، لم يترك أحدا. قتل صديقه المقرب أيضا، اعتبر أباه عارا عليه، فيليب اعتبر أباه لماذا؟ لأن الإسكندر بكلمة واحدة لم يؤمن إلا بذاته. هو رهيب، الرجل يعبد نفسه وأراد الخلق أن يعبدوه مع الله ومن دون الله، شيء خطير جدا. قتل مؤرخه الكبير كالستينس، وقال له: التاريخ ليس ما تكتبه أنت، ما أفعله أنا. على خاطرك؟ لا بالعكس، التاريخ ما يكتبه المؤرخون، ليس ما يشتهيه الفاتحون. هذا المنطق لم يرق الإسكندر. قتله أيضا، أودعه غيابات السجن 6 أشهر، ثم قضى عليه. وكان هو ابن أخي أرسطو أستاذه. طب أين وفاء لأستاذه؟ قال أرسطو: التاريخ لن يذكره أصلا إلا على أنه معلم الإسكندر. أرسطو مين؟ أرسطو سيذوب ينتهي، يبقى منه أنه معلم الإسكندر. رجل آمن بنفسه إلى حد الجريمة، إلى حد الكارثة على المستوى الإنساني. أباد أعدادا لا يعلمه إلا الله من الشعوب، من المدنيات، من الناس. وكان في الوقت ذاته يؤمن بأنه رجل حضاري تمديني، مهمته كمهمة الرجل الأبيض في القرن ال19، الرجل الأبيض الاستعماري الكولونيالي، مهمته تحضير تمدين الشعوب الشرقية المتعجرفة، ربط آسيا بأوروبا، الشرق بالغرب. كان يؤمن بصدق بهذا الرجل. لا تدري، عبقرية يخالطها جنون يمتحن معين عبقرية. لكن الخطر الأكبر أن أهواء الرجل المعنوية سطت به. هذا أخطر بكثير. هؤلاء بالألوف أيها الإخوة، صح مش بالملايين، بالألوف عبر التاريخ البشري. معظم القادة العسكريين والسياسيين والروحيين، أتكلم عن علماء الدين، القيادات طبعا، مش الفراطة الفلوس سنتات، هذول بمئات الألوف. لا، القادة الكبار، يعني شيخ الإسلام، المفتي، مش عارف إيه، قائد الجماعة، رئيس الحزب، شغلات كبيرة. هذول خطيرون جدا جدا على البشرية. هؤلاء في الجملة منهم من يكون رحمة، حتى من القادة العسكريين والسياسيين، ومنهم من يكون نقمة. العسكري أيها الإخوة الذي تدغدغ وجدانه أحلام الفروسية، أن يكون فارسا مغوارا يذكره التاريخ، أحلام دون كيشوتية أحيانا تكون، أن يكون ذا فرادة. هذا إن لم يفهم إخواني وأخواتي أن الفارس لا يكون فارسا إلا في مواجهة السفاح، في مواجهة الجزار.